أهلا وسهلا بكم من جديد مع فيديو جديد، لكن فيديو اليوم هو فيديو مميز لحلو مميز معروف عند العراقيين والكل يعشقه ويحبه. اليوم راح نسوي لكم الدهينة العراقية. طبعا سويتها بناء على طلب المتابعين، وإن شاء الله تسووها وتكتبون بالتعليقات. وهذا شكلها فتشي تحفة فعلا، والمكونات متواجدة بكل بيت، مجرد تطبيق الطريقة بحذافيرها. طبعا الشكل روعة والطعم ولا أروع. إن شاء الله تجربوها وتشوفون فعلا الكلام اللي دا أقوله راح تلقونه صحيح. طبعا طلع نفس مثل ما نشتريه من يروحون هنا ويجيبون اياه من كربلاء والنجف. يلا وياي خلينا نسويها. نحتاج اول شي تبسي، او هذا التبسي اول خطوة راح اخلي نص كوب من الزبد النباتي. خلطت اني ملعقتين من الدهن الحر مع الزيت النباتي. طبعا تشوفون شكله شلون صار. يكون هيج العجينة في الخليط او العجينة الدهينة هيج لازم يكون شكلها. هاي اخر شي متبقي من الطحين.
خلطته. وهذا كملنا أول خطوة. راح نجيب التبسي اللي خلينا بيه الدهن المخلوط مع عفوا الزبد المخلوط مع الدهن الحيواني، يعني قصدي دهن الحر، ومبروش الجوز، وراح أخليه أدير كل العجين فوقه. أكو ناس يخلطون الدهن، بس أنا سويت هاي الخلطة حسب ما يسووها دكانها الأصلي لأم نجد، وفعلا طلعت مثل ما نشتريها من الأسواق. هسه بعد ما ضفنا كل العجين راح نضيف نص الكيس المتبقي مقداره نص كوب من جوز الهند فوق الخليط. تحاولون توزعوه قدر الإمكان بشكل متساوي، وتسووا أما بالملعقة أو بإيديكم، بعد الوقت يمكم انتو شلون تريدون تسوون. المهم انه تقدرون تسوونه بصيغة أو أخرى. هسه بعد ما خلينا مبروش جوز الهند اللي بقى من الزيت ودهن الحر، راح نضيفه فوق جوز الهند ونخليه بالفرن. الفرن بهالأثناء قبل 5 دقايق مفتوح فوق وجوه. من تجون تدخلونه بالفرن تنصوه على 150 وبس من جوه، فقط من جوه تكون درجة الحرارة. ومن توضعون العجينة بالفرن تكون على شبكة، والشبكة تكون بالنص المستوى مالتها. وهاي مثل ما تشوفون بعد ما وزعت الزبدة، شوفوا إذا تنتبهون على الشبكة هاي على النص صايرة. بعد مرور ساعة راح تشوفون انه قسب من جوا، خلى الصينية. ليش؟ لانه راح توقع الدهن، راح يقوم يعني يوقع وممكن يطلع دخان، وحتى لا تحترق بشعبية. تمام. وهذا بعد ما استوى هذا شكله، دا شوفوه كلش حلوة. طبعا اني ما طلعته، بقى تقريبا ساعة ونص بالفرن بس من جوا على 150. طفيته وبقيته نصف ساعة بعد ما طفيته بالفرن. تتركوه بعدين ورا نص ساعة تطلعونه حتى تتحمص الطبقة الفوق على حرارة الفرن، وبعدين تتركونه برا الفرن تقريبا هم في 10 دقايق وتقصقصوه هو دافي يعني. تمام. مثل ما هسه اني قاعدة اقصقصه، ودا احاول اخذ قطعة حتى اخليها بالصحن، وراح تشوفون شكلها من اخليها بالصحن. دا تشوفون شكلها الداخل كلش لين طيب، ومن جوا متحمص مقسب بس ما محترق، لان خليت ورا ساعة صينية من الفرن يعني داخل الفرن من جوا حتى لا تحترق. ونفس الوقت لانه راح يقوم يوقع دهن من فوق، فحتى لا يوقع قطرات الدهن ولا تحترق. وهذا هي شكل الدهينة، شكلها فعلا ولا اروع، والطعم فعلا خيال. لو سمحتوا لا تنسون اللايك والاشتراك والمشاركة مع الاهل والاصدقاء حتى تنجح القناة، واكيد تنجح متابعتكم الي ولايكاتكم الحلوة، وايضا الكومنتار الحلو. والف عافية مقدم.